أنا هتكلم النهاردة عن المثلث المتساوي الساقين. هو مثلث فيه ضلعان أقول عليهم متطابقان أو متساويان في الطول، بس متطابقان كلمة أعم وأشمل من كلمة متساويان. هو مثلث بس فيه ضلعين متطابقان، فيه ضلعين قد بعض. فاحنا لما رسمناه امبارح قلنا ان المثلث ده، لو انا قلت ان ده مثلث اسمه أ ب ج، وان في زاوية ضلع أ ب قد الضلع أ ج، فاحنا حتى ميزناه وقلنا ان الألف باء ده هيبقى اسمه ساق، وان أ ج هيبقى اسمها ساق، وان الباء ج هيبقى اسمها قاعدة، وان زاوية القاعدة الاتنين دول لازم يكونوا مالهم متطابقان. خلينا نستخدم كلمة متطابقان هيبقى أحسن، ودي أول معلومة زودناها، إن زاوية القاعدة متطابقان. الاتنين بتوع القاعدة دول زاويتين متطابقتين، يعني قد بعض في القياس. زاوية الرأس يمكن أن تكون حادة أو قائمة أو منفرجة. فين زاوية الرأس دي؟ قلنا الزاوية الثالثة اللي من فوق، ما أنا عندي اتنين للقاعدة، مش باقي غير زاوية واحدة هي اللي اسمها زاوية الرأس، ودي تنفع تبقى حادة وتنفع تبقى قائمة وتنفع تبقى منفرجة. لكن نقطة مهمة جدا، إن زاوية القاعدة دائما حادتان. زاوية القاعدة دي لازم تبقى زوايا إيه؟ حادة. ضفنا معلومة إن في المثلث المتساوي الأضلاع بقى قياس كل زاوية كام؟ 60. أيوه، قياس كل زاوية 60. والزاوية الخارجة عن المثلث المتساوي الأضلاع بكم؟ بكم؟ 120. الزاوية الخارجة عند أي رأس من رؤوس المثلث المتساوي الأضلاع قياسها على طول 120 درجة. دول نقطتين بيتكرروا في أكمل على طول، بيبقوا موجودين في أكمل. ده ملخص اللي احنا قلناه وحلينا عليه وشوفنا بنحل ازاي، بس ما حلناش أسئلة بروف إثبات. فتعالى كده نبدأ واحدة واحدة. أنا هبدأ آخد أول سؤال عندنا رقم 4 في صفحة كام؟ 27. ما نيجي بص بس كده هذا السؤال، بس السؤال ده مش عارف. هنشوف هو كل حاجة دلوقتي. احنا هنحل في الأول على الرسم، بعد كده هنكتب البروف. هو هنا عايز قياس زاوية أ ب ج في الأول. أ ب ج، أ ب ج اللي هي الزاوية دي بكم؟ اسمك ايه يا بابا؟ لين زهراء. أنا إياد واحد، لين وزهراء وهنا، عشان بس بحاول أحفظ الزهايمر. حاضر. بس هالين، المثلث اللي قدامك ده اللي هو أ ب ج نوعه إيه؟ مش هقول لك لا، بس هو انت احنا ايه المعلومه اللي انت شايفاها قدامك؟ انا عايز قياسات زوايا. هل في معلومه في المثلث تديني قياسات الزوايا اللي باقيه؟
يعني ألف باء ج ما فيهوش ضلعين قد بعض يبقى مين هما؟ ماشي كويس جدا، اللي هو عليه شرطتين ده ألف بج وألف باء الاتنين دول قد بعض. لما يبقى في مثلث فيه ضلعين قد بعض ده يبقى نوعه إيه؟ انا مش زهراء متساوي الساقين اللي احنا عمالين نحكي عليه من امبارح. دام عنده ضلعين قد بعض يبقى المثلث متساوي الساقين، وده متساوي الساقين يا بابا لو عندي زاويه واحده اقدر اجيب الاثنين التانيين. طب الزاويه اللي عندي الف دي زاويه الراس ولا زاويه من زوايا القاعده؟ زاويه الراس. جميل جميل جدا. يبقى الاثنين دول زاويه القاعده لازم الاثنين يطلعوا قد، صح كده؟ يبقى الواحده بكام؟ عشان هقول 180 لان الثلاثه لازم يدوني 180 ناقص 40 فتبقى 70 هنا و70 هنا. طيب يا هنا الزاويه اللي بره دي هتبقى كام؟ جميل 110 ليه بقى؟ ممتازه، زاويتين متجاورتين وعلى مستقيم واحد لازم يبقوا مجموعهم 180. فالناحيه الثانيه دي برضو هتبقى كام؟ 110. لان هو طالب زاويه ا ب ج اللي انا جبتها ب 70 وبعد كده عايز يثبت ان ا ب د اللي هي الزاويه اللي من بره دي تطابق زاويه ا ج ه اللي هي الزاويه اللي من بره واحنا جبناها دي 110 ودي 110. طب انا هكتب البرهان ازاي؟ زي ما سالت زميلك في الاول نوع المثلث دي اول حاجه تقولها له تقول له انا شغال في المثلث اللي اسمه ا ب ج. فوانا شغال لقيت ان زاويه ان ضلع ا ب بيساوي الضلع ا ج، فمعناه ان لازم تبقى قياس زاويه باء تساوي قياس زاويه ج. وخلي بالك دي سهله جدا. مين الحرف اللي بيتكرر؟ دي الراس ويبقى الثانيه قد الثانيه باء قد الج. طب هجيبها ازاي؟ هقول 180 ناقص 40 بس ما انساش اقول له على 2 عشان تطلع الواحده بكام؟ 7. ده المطلوب الاول على فكره. ده كده المطلوب الاول. تعال نجيب المطلوب الثاني. اقول له قياس زاويه ا ب د هتساوي زي ما زميلتك قالت ده لازم هما الاثنين يبقوا 180 يبقى 180 ناقص 70 اللي هي طلعت 110. طب تعالى الناحيه الثانيه قياس زاويه ا ج ه برضه هتساوي 180 ناقص 70 واللي هي هتبقى 110. ادام دي 110 درجه ودي 110 درجه يبقى اذا قياس زاويه ا ب د تطابق قياس زاويه ا ج ه. ده البرهان وده طريقه كتابته. في حاجه مش واضحه على الحل ده؟ انا هاخد السؤال اللي تحتيها برضه اللي هو رقم 5. طبعا الحل هيطلع كام يا ناصر؟ ده صعب ولا صعب ولا اي حاجه. فين الصعوبه اللي فيها؟ الحل هيبقى 75 يا ناصر. هو كاتبها لك هنا. ايه رايكم؟ انا هركز على الرسمه في الاول كده زي ما اتعودنا. وعايز زاويه باء ا د اللي هي اللي فوق دي كلها. فدي مقسومه كام زاويه؟ 2. يلا يا اياد. في الاول هنقول في المثلث ا ب ج. في عندك اي معلومه في المثلث ا ب ج؟ ان ضلع ا ب اللي هو ده بيطابق الضلع على طول يبقى الزاويتين اللي تحت دول هيبقوا مالهم؟ صح كده؟ يبقى انا عندي قياس زاويه باء هتساوي قياس زاويه ج يعني هتساوي 70 درجه. ايه رايكم؟ دي بقت 70 ودي بقت 70. اقدر اجيب زاويه ا يبقى قياس زاويه ا هتساوي 180 ناقص 70 زائد 70 اللي هي هتساوي 40 درجه. انا عرفت الجزء ده لينا 40 درجه. عايز التاني بقى.
تعال نروح في المثلث أ ج د. في الأول قول لي زاوية ج دي تطلع بكام يا زهراء؟ ليه 70؟ اشمعنى؟ لازم دول على خط واحد، يبقى لازم الاثنين دول مع بعض كام؟ يبقى انا قياس زاويه في المثلث ا ج د، قياس زاويه ج هتساوي 180 ناقص 70 فهتساوي كام؟ 110 درجه. اتحل السؤال على كده. ليه؟ ما انا عندي الضلعين دول برضو مالهم؟ زي بعض، يبقى اكيد الزاويتين دول مالهم؟ يعني قياس زاويه ا هتساوي 180 ناقص 110 على 2، عشان دي طلعت بكام؟ 110، اللي هي تطلع بكام في الاخر؟ يبقى أ اللي فوق دي ب 35. هو اتبقى 70 قسمتها على زاويتين، فتبقى زاوية أ كلها بقت بكام؟ يبقى قياس زاوية ب أ د هتساوي 40 زائد 35 اللي هي تساوي 75. يا راجل ده احنا قلنا الإجابة قبل ما نبدأ نحل. تطلع بكام؟ في سؤال ولا حاجة ولا واضحة؟ انا مش طالبه دي 35 جنيه. مش دي 110 والزاويتين دول قد بعض؟ اتبقى كام في المثلث؟ 70 اتقسمت على فبقت كام؟ برنس. اول اتفضل. خلاص. خلاص يا شباب. طب يلا كده رقم اللي هي عليها الدور دي رقم 7. اتفضلوا. اتفضل اتفضل. 6 ولا يهمك. دي بقى تساوي 40. لا دي بقى 40. في كشكول وفي ورقه عندك وفي كتاب جوه كتابك وحل. ما انا عارف ان واحده 70 وواحده 40، ما هي مكتوبه اهي. شكرا على المعلومه. رقم 6 يا حاج ناصر اتفضل.
مش عارف حلها بس. انا ما تستسهلوش تقول لي مش عارف احلها، مش عندك بيانات على الرسم. ما نزلش والله. الضلع اللي الزاويه اللي ناقصه دي كام؟ المثلث اللي على اليمين هنا فيه كام زاويه؟ 3 2. اعرف اجيب الثالثه ولا لا؟ اجيب لك حل من رابعه ابتدائي كده. ودي تديك اللي جنبها، ودام جبت اللي جنبها حليت الشكل كله. هات ارقامك على الرسم في الاول، بعد كده ابقى اكتب البرهان. في الاول هات الارقام على الرسم، دي كام ودي كام ودي كام ودي كام، بعد كده اكتب البرهان بتاعك. يلا معايا. عملت ايه؟ انا امم قولي طلعت الزوايا عادي، احكي عادي بالبلدي يعني، مش لازم بالبروف يعني، احكي انا جبت دي كذا عشان كذا وجبت دي كذا عشان كده. ليه 110؟ ممتازه. هو المثلث ده فيه 3 زوايا، عاطيني هو 2 اللي هو 30 و40، فانا حتى في البرهان هكتب كده، هقول له انا بدات بالمثلث اللي اسمه ا ب ج. انا بدات في المثلث اللي اسمه ا ب ج. جميل جميل. فانا لما بدات في المثلث اللي اسمه ا ب ج، لقيت ان قياس زاويه ج
هتساوي 180 ناقص 30 و40. فاللي هي وضحت قدامي ان هي هتطلع ب 110 درجة. بس انا عارف ان قياس زاوية أ ج د، والمرة دي انا شغال في المثلث أ ج د، هتساوي 180 ناقص 110 اللي هي هتبقى بكام؟ 70. الاتنين دول مع بعض يا لينا لازم يدوني كام في الاخر؟ فانا عندي هنا 110 يبقى دي كام؟ 70. بس انا عندي كمان ان الضلع اللي اسمه أ ج بيساوي الضلع اللي اسمه أ د، فيبقى قياس زاوية ج هتساوي قياس زاوية، هتساوي 70 درجة. دي تاني معلومة عندي. فيبقى قياس زاوية أ اللي هي فوق هتساوي 180 ناقص 70 زائد 70، واللي هي هتبقى ب 40 درجة. يبقى أنا جبت قياس زاوية د ب 70، قياس زاوية أ ج دي ب 40 درجة. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ عارفك متضايق، بس دي يعني دي ما تضايقش. يعني انت المثلث فيه زاويتين واضحين وناقص زاويه وتقول لي انا مش عارف احل؟ ينفع؟ يعني ما تجيش منك انت. ما انا ما لو حد تاني هعدي واسكت. ناخد رقم 7، ولو مش متضايق حل لي دي هنا. لا احنا احمد هيشرحها لنا. يلا كده معايا، يلا ها. عندك في معلومه عاطيه لك زوايا في الرسم ب 40. جميل. ها بالراس جميل. يعني انت هتبدا في المثلث اللي هو اسمه ا ب ج، اللي هو فيه باء أ بتساوي باء ج، يبقى قياس زاوية أ هتساوي قياس زاوية ج هتساوي كم؟ لا، للرأس. انت بتقول الرأس ال 40، والاتنين التانيين لازم يكونوا قد بعض، اللي هي هتبقى 180 ناقص 40 على، عشان هقسمهم على زاويتين فالواحدة تطلع 70. المثلث التاني نوعه ايه يا احمد؟ لا ركز. تبص عندك على السؤال عندك. معلش هي الرسمه ممكن تكون هنا مش باينه، بس هو هنا عايز يقول لك ان الثلاث اضلاع مالهم قد بعض، الثلاثه قد بعض فمتساوي الاضلاع، يبقى قياس كل زاويه بكام؟ بالظبط كده، بتساوي قياس زاويه ج بتساوي قياس زاويه د بتساوي 60 درجه. كل زاويه من دول ب 60. وروح بقى، هو عايز مين؟ باء أ د، يعني عايز دي كلها مع بعض تبقى كام؟ اللي هي كام برضه؟ مش بعرف اجمع انا. شكرا على المعلومه. 130 درجة. شفت سهل ازاي؟ بس تشغيل الدماغ. ركز ما تركنهوش. يلا يا زهراء جهزي لي رقم 8. او اقول لك بلاش رقم 8، تعالوا شويه نروح في الاسئله السهله اللي قدامي. تعالى كده نروح هنا في الايه. تعالى ناخد دي رقم 14. مش واضحه قوي بس هناخدها وخلاص بقى. اللي مش واضح تمليهولي انتوا من عندكم. دي رقم كام؟ حلوه 12. مالها 12؟ مزعلك في حاجه؟ هناخد يعني، انا قصدي اللي هناخد في بدايه الصفحه كده ايه، هنحل برضو كام سؤال. احنا لسه معانا وقت يعني ان شاء الله نحل على الاقل سؤال تاني غير ده يعني. فهو في المثلث ده هو عاطيني ان الالف ب بتساوي الالف ج. واضحه كده ولا انا مش شايفها صح؟ بتساوي الف ج. الف ب كلها دي كلها كده بتساوي الف ج كلها اللي هي من هنا، فمعناها على طول ان زاويه ب دي هتساوي زاويه ج كلها. صح كده؟ كلها يا احمد مش واحده بس. وانا عندي زاويه مين؟ اللي هي بكام؟ 48 دي. يبقى اقدر اجيب الب بكام والجيم بكام؟
يبقى انا عندي هبدا اقول له المثلث اللي اسمه ا ب ج. انت عاطيني ان الالف باء بتساوي الالف ج، يعني قياس زاويه باء هتساوي قياس زاويه ج تساوي 180 ناقص 48 على 2، واللي هي هتطلع ب 66 درجه. انا عرفت ان ب 66. عايز مين هو تاني؟ باء ج د دي هتبقى بكام؟ 66. لا دي مش منصف؟ ايوه، مش هو عاطيني ان ده منصف؟ قايل لي اهو ج د ينصف، فانا هقول له بما ان ج د ينصف زاويه باء ج ا، يبقى قياس زاويه باء ج د هتساوي 66 على 2، ما هو ينصف يعني قاسمها نصين، تبقى 33 درجه. تمام؟ ايه؟ قول انا عايز اسمعك. هناخد رقم 14 عشان ما نزعلش الحاج اياد. الحاج ناصر خلاص بص مش قادر، النعس هيفلقه. بنام بدري. انا بنام الساعه 10 بالليل، ان اخرت يبقى 11. الساعه 4 ونص الفجر تلاقيني قايم من على السرير زي الفل عشان نايم بدري وابقى شبعان نوم زي الفل. اليوم اللي بيحصل لخبطه ان اخرت 11 وي ما بقاش ابقى زيك كده، ابقى جاي هنا مش قادر. 11. يلا نبدا كده. هو ا ب ج مثلث بيساوي الاضلاع علينا. ايه رايك في الكلام ده؟ يعني ليه فايده الكلام ده ولا اي هاتش وخلاص؟ كلهم كام؟ بكام بقى؟ ستينات كلهم، دي 60 وبس زاويه ب كلها ب 60، زاويه ج كلها ب 60، ودي اول حاجه اكتبها. بما ان ا ب ج متساوي الاضلاع، يبقى انا عندي قياس زاويه ا هيساوي قياس زاويه ب هيساوي قياس زاويه ج هيساوي 60 درجه. بس انت عايز مين؟ ا ب د اللي هي الحته دي. ايه ده؟ طب وانا اجيبها ازاي دي؟ انا عارف ان كل دي ب 60، مش انا لو جبت اللي جوه بكام اقدر اعرف اللي بره بكام؟ اللي جوه مثلث اسمه ايه؟ د ب ج، وفي كمان د ب بتساوي د ج، يعني قياس زاويه ب هتساوي قياس زاويه ج تساوي كام بقى؟ 180 ناقص 100 على اللي هي تطلع بكام؟ يبقى قياس زاوية أ ب د اللي من بره تبقى بكام؟ 60 ناقص 40 اللي هي تبقى كام؟ 20 درجة. ما عشان هي كلها قايلينها ب 60. طب واللي تحت دي ب 40، يبقى اللي فوق دي على طول بكام؟ ب 20 درجة.